تارانتينو صرح قبل كده في انترفيو انه بيحب افلام مارفل وحب قوي فيلم ثور راجناروك. بول توماس اندرسون في قائمه افلامه المفضله هتلاقي فيلم باد سانتا. بونج جون هو مخرج فيلم باراسايت قال في انترفيو قبل كده انه بيعشق فيلم ماد ماكس 2 وانه شافه اكتر من 20 مره. طب ازاي؟ لو حد بيحب تارانتينو وافلامه وفي نفس الوقت مش ميال قوي للافلام السوبر هيروز افلام بقى مارفل والكلام ده، ممكن يجيله بقى صدمه حضاريه لما يعرف ان تارانتينو نفسه بيحب العالم ده عادي. بول توماس اندرسون كان بيفكر في ايه طيب وهو بيحط في قائمه افلامه المفضله فيلم زي باتسان؟ امثله كتير زي دي هتحسسك ان احنا كمشاهدين معقدين الدنيا يعني شويه، ورغم ان الكلام اللي هقوله ده ممكن تحس ان هو بديهيات، ممكن تحس ان هو مثاليه فارغه، عادي يعني ده حقك، بس خلينا اقوله برضو علشان نبقى نفكر نفسنا بيه. اي شخص عاقل فعلا المفروض قائمه افلامه المفضله تكون بالشكل ده، بتعبر عن اللي بيحبه فعلا وموجود فيها افلام ساهمت في تكوين حبه للسينما بغض النظر يعني عن مستوى الفيلم سينمائيا. فانت ممكن عادي تكون قائمه افلامك المفضله فيها فيلم دول وفي نفس الوقت يكون موجود في نفس القائمه فيلم عميق وفلسفي وبرجماتي وموضوعي ونخبوي سريالي، وقول بقى زي ما تقول، لان حبك لحاجه المفروض اي حب يبقى عفوي. ايه البرستيج اللي انت تاخده يعني وانت بتعصر على نفسك ليمونه علشان تشوف فيلم معين على 5 ولا 6 مرات وفي الاخر تقول انه فيلم عظيم رغم ان انت ما استمتعتش بيه؟ هل لو ما عملتش كده مثلا هيقلل من قيمتك قدام حد؟ هيضحك عليك ديفيد فينشر مثلا؟ وبسبب الحوارات دي بتلاقي بقى عصابات تتكون وناس بتتريق على النخبويين وازاي بقى تبقى نخبوي في 3 دقايق ومثقف، وناس مش بتحب غير الافلام الصامته ويفضلوا يتريقوا على الناس اللي بتحب ايرون مان. والموضوع ده مش في الافلام بس ولا الكتب ولا الفن ولا الكوره بس، ده في الحياه كلها. خلاص هو الانسان عادي بيحب يحس بقيمه نفسه ذاته كده بالحاجه اللي هو بيحبها، ده يعني مش عيب، لكن العيب بقى انك ترغم نفسك بحب حاجه معينه انت مش بتستمتع بيها، او على الاقل مش بتستمتع بيها زي ما انت فاكر. كونك بتحب نوع افلام معين او ذوق موسيقي معين مش معناه انها خلاص بقت اسطمبه ولازم بقى تمشي بالنوع اللي انت بتحبه ده طول حياتك. عادي ممكن تغيره او تحب نوع تاني. لو ما كنتش بتحب عمرو دياب بتشتمه زمان وفجأة مع الوقت بدأت تحبه وتسمعه، ما تتكسفش تسمعه قدام الناس اللي انت كنت بتشتمه معاهم، وما تخليش الموضوع يبقى ارهاب اللي هو مش هو ده اللي ما كنتش بتحبه دلوقتي بقى حلو وسخن وبسمسم عمرو دياب. هو ده اللي كنت بشتمه زمان ودلوقتي بحب. لان الحب ده حبي لاي حاجه او حبي ان امارس اي حاجه المفروض تكون عفويه، اراء الناس ما تاثرش فيها، بس في الحقيقه وبدون ما حد يدرك كلنا بنقع في غلطه. والانتشار والسوشيال ميديا عموما الواحد ما بقاش بيحتفظ برايه بنفسه وانه بقى في انتشار وفي كلام بيحصل ليه دور في ده. فلما تفتح فيسبوك عادي وتقعد تقلب وتلاقي مثلا كذا حد بيقول على فيلم معين حلو، طول ما انت قاعد تقلب تلاقي فيلم كذا حلو فيلم كذا حلو فيلم كذا حلو، فانت لما تيجي تشوف الفيلم تلاقيه كويس، مش جامد قوي يعني بس كويس، بس لما تيجي انت تكتب عنه هتقول هو فيلم كويس بس يعني ما يستاهلش الضجه اللي معمول عليه. مع انك لو مسكت كل رأي من اللي انت شفتهم لوحده هتلاقي كل رأي لوحده ممكن يكون منطقي فعلا، ما قالش حاجه عن الفيلم غير انه حلو، لكن كتر التكرار على ان الفيلم حلو الفيلم حلو الفيلم حلو حسستك ان الناس قاعده تقول بقى على الفيلم ان هو عظيم وان في ضجه حصلت على الفيلم مع ان ده ما حصلش. وبتلاقي العكس برضه، بتلاقي برضه ناس بتقول لك انا كرهت الفيلم ده من قبل ما اشوفه، انا كرهت الفيلم ده بسبب كلام واحد صاحبي، انا كرهت الفيلم ده عشان كلام الناس عنه، الفيلم ده زي الفل، الساوند تراكس تمام، الاخراج زي الفل، بس هقيمه 6 مثلا علشان في مشاهد مثليه. الهوس بالمثاليه، مثاليه الظهور، الهوس بانك تكون مميز مش حاجه صحيه لا ليك ولا لغيرك. عادي انك تكون شخص عادي. الهوس بانك تظهر بصوره معينه، انك تحط قوالب معينه، انك تكره الافلام المشهوره غصب، انك تحب كل الافلام الفلسفيه العميقه غصب. كل ده مش بيعمل حاجه غير انه بيحدد استمتاعك بالحاجه اللي انت المفروض بتحبها. وده مش في الافلام بس، المثاليه في الاداء، المثاليه في العلاقات، انك ما تخالفش التوقعات، انك تكون طيب، انك تكون داعم وايجابي طول الوقت، ان شكلك يكون كويس طول الوقت من ذوق للتاني، مش بغرض انك بتدور على اللي انت بتحبه بس، ده مجرد بحث عن المثاليه. عارفين بقى ايه هي المثاليه فعلا؟ انك تلاقي نفسك اللي شبهك فعلا مش اللي بيحدده غيره. مش لازم تكون مميز بطريقه كلام معينه، مش لازم تكون مميز بذوق موسيقي معين. والموضوع ده انا ما سلمتش منه يعني، انا بحاول اهرب منه
بس دايما بقع فيه وافضل بقى اقارن واعمل بتاع، لكن هحاول افكر بيه نفسي كل فتره، واحاول على قد ما اقدر يعني ان انا ما اوقعش نفسي في الحوارات دي، خصوصا اننا كلنا بنمارس الافعال دي تقريبا كل يوم، وبتلاقي كل يوم ناس بتقلل من غيرها بسبب الموضوع ده، وتلاقي حد بيشوف انه اعلى من غيره مثلا فكريا علشان ان حد ده بيحب يتفرج على افلام سوبر هيروز، او حد يشوف نفسه اعلى من التاني علشان هو بيسمع جاز نملجي، فده بيسمع مهرجانات، وفي الاخر يطلع ويقول لك انا بحب الافلام. حشاك الله يا اخي، افهمها الاول، افهمها الاول يا اخي قبل ما تمارسها. ده انتوا جبتونا الارض، انتوا مفيش فايده فيكوا يعني جبلات. كستم اللي ما يحبش تارانتينو، كستم اي حد ما يحبش عمرو دياب. ما شفتش كده يا اخي، ايه ده؟